السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا في فيديو جديد. النهاردة هنعمل حاجة حلوة، البلح التمر الطري ده. هنعمل منه حاجة جميلة بدل ما ناكله كده وكده نطور في البلح. هنعمل ايه؟ معانا سمسم ومعانا حبة مكسرات، والعجوة دي انا فصصتها. البلح الطري ده فصصته وغسلته كويس جدا. بس هنجيب الكبة بتاعتنا، هنضرب في الكبة بقى، نحط العجوة. طبعا الكبة ما يبقاش مطرحها حاجة مع بصل ولا حاجة. انا كنت ضربة فيها الطحينة فريحتها مش حاجة، فغسلها كويس ونشفتها. وحطيت التمر وبعدين المكسرات، اي مكسرات عندك ان شاء الله سوداني بس. وتحط حبة سمسم. هنحط حبة سمسم كده. تمام. هنضربهم بقى مع بعض كده ضربا مبرحا، لغاية لما تبقى زي العجينة كده. هوريكم دلوقتي. كده ضربناها كويس اهي، بقت مع عجينة. بصوا لما نكورها هتبقى عجينة ازاي. البلح بقى دخل في المكسرات وكده، المكسرات تبقى مجروشة. هناخد بقى حتة كده. بصوا اول ما تعملوها، بصوا هتتكور بسرعة كأنها عجينة اهي. بصوا بقى معجونة بالمكسرات والسمسم. وبعدين هنغلفها كده بالسمسم. بس هو بيمسك فيها السمسم اصلا لان هي طرية. انا حابة ان انا اغلفها كويس اهو كده. تمام، غلفت. بصوا هنجيب بقى ايه، دي معلقة العسل بتاع النحل. عملت فجوة كده علشان هعمل حاجة دلوقتي. هسيح شوكولاتة وهحطها جوه واحط السودانية كده. انا بوريكم ان ايه اللي هيحصل يعني، بس هو ده هيبقى الشكل يعني. هكور بقى كل الكمية. خلصت كل الكمية اهو، غلفته كله بالسوداني، بالسمسم قصدي. طعمه بقى جميل والاولاد هيحبوه، او عندك ضيوف جايين لك، او انت رايحه لحد تاخديها معاكي في علبه كده شكلها جميل، تقدميها على الفطار، او انت ماشيه في الشارع تدي الناس يفطروا عليها اي حاجه. احنا كل سنه كنا بنجيب التمر الطاري ده ونغسله ونفتحه ونشيل البذره ونحط سوداني، مش لوزه ولا حاجه، لا امكانيات. ونحط سوداني ونقفلها ونغلفها بالسمسم زي كده، ونوزعها بقى في الجامع او نوزعها في الشارع لافطار يعني. بيبقى ثواب كبير وفطرتي الناس على تمر. بصوا بقى كده، انا غلفتها فتحتها فجوه كده. هنحط بقى شوكولاته ونحطها بقى ونحط السوداني فيها. انا بوريكم بس ان انا عملت فجوه كده بايد معلقه العسل. بس كده هنعمل كله اهو. هنملاها شوكولاته كده في الحته اللي احنا عملناها فجوه كده او حفره، وهنحط بقى سودانيه. واول ما الشوكولاته تنشف طبعا هتمسك في السوداني. وكلي بقى احلى تمر بالمكسرات والشوكولاته والسمسم. بصراحه طعمها تحفه، جميله وشكلها حلو وطعمها احلى كمان. شايفين؟ جميله جميله. بطور لكم في التمر وبطور لكم في الاكل، وابدعي كده وانت بتعملي الاكل. انا مش جاي لي ضيوف ولا حاجه، وبس حبيت ان انا اعملها ادوق ولادي حاجه انا شفتها وعجبتني. جميله فعلا. ولو عندك بلح طري قومي جربي في حبه صغيره على حبه سوداني على حبه سمسم، اضربيهم في الكبه واعجنيهم كده واعمليهم كور وغلفي بالسمسم. ولو ما عندكيش شوكولاته مش مشكله خالص،
حطي السودانيه كده وخلاص، هيبقى برضو طعمها وشكلها حلو. بصوا الشكل، جميله وسهله وحاجه بسيطه، بس فرحتني وعجبت الولاد وطعمها جميل. بصوا الشكل، يتاكل كده. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.